ماتش لا يتحمله يسترب، يتحمله بعض اللعيبه اللي موجوده للنادي الاهلي اللي لا تستحق الوجود. واحد، احمد عيد ده انا ما اعرفش احنا تعاقدنا عليه بناء على ايه. لو انت جايبه عشان المستقبل والكلام الوهم اللي انت بتبيعه للناس ده مش حقيقه، ده اصلا لا عقليه النادي الاهلي ولا مستوى فني للنادي الاهلي. اتنين، احمد نبيل كوكا واحد من اسوأ الباكات اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي، يعني مش بيسوق حتى صبر الرحيل، ده اسوأ منه هو كمان. محمد شكري، يستروب لما حب يطلع كوكا اللي هو ما بيرفعش عرضيات وهو عايز يلعب عرضيات للاثنين مهاجمين اللي نزلوا، كوكا شكري جنبه على الدكه ما نزلوش، يبقى اللعيب ده عندي ليه بيعمل عندي ايه تكمله عدد. رابع واحد اتكلم عليه هو محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان بدنيا مش قادر يجاري الدوري، دي مصيبه لما يبقى لعيب دولي تونسي خلاص كان نجم في الترجي، النهارده مش قادر ياخد نفسه ومش قادر يستحمل 90 دقيقه. خامس نقطه، انا طاهر محمد طاهر ما عملش اي غلطه النهارده في الماتش، بس انا عايز اسال سؤال، لو انا محتاج تنزل وينج فرحت جبت حسين اللي عنده 33 سنه بلعبه، يبقى انا مش شايف طاهر. لما احتجت اطلع المهاجم مروان عثمان، انا مستبعد اصلا محمد شريف اللي هو اللعيب الخامس بالمناسبه، خلي الخامس دول محمد شريف، فجيت عند طاهر محمد طاهر اللي هو المفروض وينج ما بلعبوش وينج لان هو اصلا اقل واحد في الوينجات. فلما اضطريت عشان يعري الاداره ترب قال لك انا ما عنديش مهاجمين خلاص، فلاعب طاهر مهاجم وهو اصلا فاشل في المهاجم. دول ست اسماء انا ما اعرفش موجودين ليه النهارده لحد دلوقتي في النادي الاهلي.